تعالوا النهاردة ناخد جولتنا عن أشهر مسجد في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد ترميمه، وهو جامع الحاكم بأمر الله. مبدئيا كده تعالوا نعرف هو اتسمى بالاسم ده ليه، وإجابة السؤال ده يا سيدي إن المسجد اتبنى عام 380 هجريا في عهد العزيز بالله الفاطمي اللي بدأ في سنة 379 هجريا، بس هو للأسف مات قبل ما يتم بناء المسجد. اللي كمل بناء هو ابنه الحاكم بأمر الله سنة 405 هجريا، عشان كده انتسب ليه. وهنا يبقى احنا عرفنا معلومات مهمة عن المسجد. مش مهم أغلبيتنا عارفين إن المسجد من فترة قريبة قوي كان بيترمم، تم فتحه في الأيام اللي فاتت دي، وسبب ترميمه إن المسجد تم إهماله لفترة طويلة قوي، لدرجة إن حتى أرقتيه اتحولت إلى مخازن للتجار اللي في المنطقة. سبب تاني برضو إن الحملة الفرنسية لما جت على مصر خدت المسجد عمليته مقر للجنود، وكانت مئذنة المسجد تستخدم في المراقبة والحراسة. اللي سبب تالت برضو يا سيدي إن الساحة الكبيرة دي كلها اتبنى فيها مبنى دورين، عملوا فيها أول متحف إسلامي باسم دار الآثار العربية، كان سنة 1881 قبل ما يتنقل للمتحف الإسلامي اللي موجود حاليا في باب الخلق. سبب رابع برضو إن المبنيين اللي كانوا معمولين للمتحف استخدموا كمدرسة كانت تسمى بمدرسة الرئيس أنور السادات. طلبت منه طائفة اسمها الجبرة أنهم يقوموا بترميم المسجد. يا سيدي طائفة شيعية هاجروا من الهند إلى مصر واستقروا فيها كتجار، وخصوصا في منطقة القاهرة العتيقة والجمالية. وطبعا قعدوا ترميم بالجهود. تعالوا بقى نعرف إيه هو وصف المسجد ونشوف المعالم الأثرية الجميلة بتاعته. المسجد طوله حوالي 125 متر وعرضه 113، ودي في الحقيقة مساحة أقل من مساحة جامع عمرو بن العاص. هنا نقدر نقول إن مسجد الحاكم بأمر الله هو رابع أكبر مساجد القاهرة بعد جامع عمرو بن العاص أحمد بن طولون جامع الأزهر الشريف. وأجمل ما يميز الجامع الساحة الرخامية الكبيرة لأوسطه، ويوجد به حاليا باب واحد للدخول، ده اختلاف عن زمان لأنه زمان كان له 9 أبواب للدخول. وباب الدخول يوجد فوقه لوحة من الكتابات الكوفية، ولوحة يوجد بالمسجد أيضا 4 إيوانات، وبكل إيوان يوجد فيه فسقية من الرخام، وهذه تستخدم للوضوء. ويوجد في الحد الشرقي يوجد بضري وكالي باي، ودي حاليا مخصصة للصلاة، ويوجد على يمينها المحراب والمنبر. ويوجد بالمسجد أيضا مئذنين، وهم عبارة عن شكل ثماني، ويرتكز على قاعدة هرمية، ثم يرتكز على مقعد يحمل من يعتبر الشيء الوحيد الأثري الذي تبقى من المسجد بعد ترميمه. وأكثر ما يميز المسجد أيضا أنه يوجد بكل مكان به مجموعة متنوعة من الزخارف النباتية والكتابية الكوفية، وده الذي انتشر في الدولة الفاطمية. ويتميز أيضا المسجد بوجود الشعار الخاص بالفاطميين وهو أسماء محمد وعلي. ولا ننسى أيضا المشكوات والقناديل الزجاجية التي توجد به حاليا بعد ترميمه، والتي تعتبر وفي آخر الكلام عن المسجد كسبب من أسباب بنائه ونشر الدين الإسلامي، وأيضا لتخفيف حمل الأعداد الذي كانت تدرس في جامع الأزهر، فاستخدم المسجد أيضا كجامع في العصر الفاطمي.